بالنسبه لحواوشي الصدق هو 1 من 5. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من قناه ماريانو. طبعا احنا عملنا النهارده حاجه جديده تكون مختلفه شويه عن جو الاستوديو كده، عشان زي ما قلت لكم قبل كده في اول فيديو اللي احنا عايزين نخرج بره الاستوديو شويه ونجرب حاجات يعني في الخروجات وكده، نجرب مطاعم، عربيات جديده. وبرضه يعني العربيات الجديده يعني محتاجين ان احنا ندعمها اكتر، لان في اسكندريه مفيش منافسه كتير في حته العربيات، اذا كان بقى الاكشاك او العربيات او كده، دايما بيبقى محلات وطبعا اسعارهم بتبقى عاليه. فاحنا قلنا برضو بسبب غلاء الاسعار واللي الدنيا فيه يعني دلوقتي، فقررنا ان احنا نشوف حاجه جديده تكون يعني ارخص، تكون ملائمه اكتر، تكون فيها قاعده في طراوه شويه زي ما انتم شايفين كده. فلحد ما لحد ما يجهز الاكل نستنى بقى لحد ما يجهز الاكل ندخل لكم شويه برولات كده عن المكان. تمام وكده الاكل نزل لنا، غالبا قعد في حدود كام ساعه الا ربع، يعني ساعه الا ربع، يعني هو ما طولش كتير بالنسبه لكميه الاكل اللي هو عاملها، يعني طالبين تقريبا المنيو كلها. فانا كنت الصراحه متوقع يعني يبقى حاجه اكبر من كده شويه، يعني كنا طالبين المنيو كله، كنت متوقع بقى وليمه كبيره. والحواوشي برضو حس اللي هو صغير الى حد ما، يعني بص كده كنت متوقع ان هو يبقى اكبر من كده شويه. يعني هو تقريبا ده حواوشي مصري مش حواوشي اسكندراني، ديت يعني تعتبر مش عارف بدايه مش مبشره الى حد ما. فخلينا نبدا بقى بالسندوتشات، نبداها كتقسيمه المنيو ولا اللي قدامي وخلاص؟ خلينا نبداها باللي موجود قدامي وخلاص. يعني هنبدا باول حاجه الكفته. كفته عباره عن كفته هو حاطط لك بس كفته وحتتين خس كده، ايه شرايح خس، مفيش اي حاجه، مفيش اي طحينه، مفيش اي صوص مثلا، مش اي حاجه تطر يعني القعده شويه. بس هو حطيته لك على الجريل ومديلك تحميصه كده العيش من بره، بس دوت تقريبا خلى العيش ناشف شويه. فمش عارف هتكون تجربه كويسه ولا لا، بما انها من غير اي صوصات. احنا كنا هنجيب صوصات بس ما لقيناش في المنيو. كان في الابيتايزرز بطاطس بالجبنه، فقلنا نجربها يعني. يلا نجرب بقى الكفته ونقول بسم الله. بالنسبه للكفته احس انها كفته بيتي جدا، بس فيها طعم الشوا شويه، يعني هو ده الصراحه اللي بيميزها. وحتى تحميصه الجريل دي تحس اللي برده ما كانش ليها لازمه قوي، يعني هديت كراست شويه للعيش، شغاله يعني، بس مش اللي انا مثلا اجي اكلها على طول او اللي انا اجي اجربها يعني. طب خد كده، خد دوق كده انت كده بص يعني هو كريم جرب ورا الكاميرا ظلمناه قلت في الاول اللي هو ما كانش فيه طحينه، بس اكتشفنا ان في لحسه طحينه هنا فديت تعتبر يعني مش هتاثر في حاجه في التقييم، يعني لحسه الطحينه ما ضافتش اي حاجه. فبما ان احنا قلنا هنغير مستوى التقييم، بدل ما هيبقى من 10 هيبقى من 5 بس. ف عربيه عشان التقييم برضو، عشان بالنسبه لتقييم السندوتش الكفته فهو 2، هو مش احسن حاجه يعني. تمام يلا بينا نخش على اللي بعده. وكده دخلنا بقى على الطرب، خلينا نشوف بيقول ايه. هو برده نفس الكونسيبت بتاعه، هو حاطط لك حتتين طرب لحسه طحينه من تحت وخس. المشكله بقى اللي هو لما حطت العيش على الجريل عشان يحمصه كده، العيش فرول منه، فما بقاش عارف يحتوي السندوتش، وبقى منظره مش عاطفي الى حد ما. خلينا نجرب وندوق، مش مهم الشكل، مهم الطعم. يلا بسم الله. بالنسبه للطرب فحاسس ان حته المنديل يعني هي كبيره شويه، فالطربايه بتعض معاك يعني، بتشد كده معاك. هنا برضو الطحينه بانت اهي، مش عارف الصراحه ما حسيتوش برضو. هو كان لو كان زود شويه طحينه وكان قعد الكفته شويه على الفحم كان هيبقى الموضوع الطف من كده بكتير يعني.
او زود اي حاجه جنب الطرب يعني. فالتجربه ما كانتش احسن حاجه لحد ما. دوت نديله كام؟ 2.5. عشان واحد ونص. لا انا عارف. فدوت ممكن نديله 2 مثلا او 1.5. كده تالت سندوتش معانا وهو الشيش طاووق. احنا قلنا برضو ايه نخلص قسم المشويات كله في الاول، بعد كده الحاجات اللي بعديها. فاحنا دلوقتي في تالت سندوتش معانا في قسم المشويات وهو الشيش طاووق. هو الصراحه حاطط يعني حشو كتير. وبالنسبه للصوص يعني بصي كده معايا، بالنسبه للصوص فهو حاطط صوص الى حد ما. هو لحسه بس لحسه يعني متكلفه شويه. انا مش عارف هو ليه مش يعني ليه مسترخص قوي كده في الصوصات. زود شويه يعني ماشي. اهم حاجه برضو ايه؟ الطعم. كالعادة 2 من 10. يلا بينا بسم الله. كده بالنسبه للشيش طاووق حاسس ان الفراخ انا كنت بحسبها الصراحه في الاول ناشفه عشان هي على الفحم وكده، وكنت بحسب برضو ان السندوتش هيطلع فقير شبه الحاجات التانية. اوكي هو برضو ما فيهوش صوصات وما فيهوش اي اضافات تانية، هو مجرد الشيش طاووق فقط على شويه عيش ولحسه مايونيز. يعني هو ممكن احلى من دول، يعني هو احلى من الكفته، يعني حاجه ممكن اجربها تاني. فيلا بينا نخش على اللي بعده. كده رابع سندوتش معانا وهو الصدوق. هو دوت تقريبا الصدوق اسكندراني. هو بالنسبه للحشو فهو حشيه كويس، اظن اللي هو افضل من الحاجات اللي فاتت. ممكن يعني دوت يقول بصوا الحشو كده، الحشو يعني محترم الى حد ما. نقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للصدوق، هو الصدوق الصراحه هو ما عجبنيش قوي برضه، لان حته الفلفل الوان كتير. هو مغطي اصلا على طعم الصدوق، بس كميه الصدوق وطعمه الى حد ما والتتبيله بتاعته كويسه. هل اطلبه؟ ممكن اطلبه تاني. 3 من 5. تمام. هنخش على اللي بعده. تمام نخش على مش عارف كام سندوتش معانا. المهم دوت معانا دلوقتي اللحمه بالبصل. تمام. هو احنا لقينا اللحمه بس مش لاقيين البصل، فرحله البحث عن البصل. لا هو بص هو مش حاطط بصل، يعني بص كده من قدام هو مش حاطط اي بصل. ولا دوت الروز بيف ولا احنا غلطانين ولا ايه؟ لحمه بالبصل من غير بصل برضو نقسم من النص. بالنسبه للحمه بالبصل انا هديله تقييم وكريم هديله تقييم، لان في اختلاف ما بيننا دلوقتي. اللحمه بالبصل هو اوكي احنا ما لقيناش البصل، بس اللحمه فيها طعم بصل يعني اكنها متشوحه بالبصل. بالنسبه للطحينه لا هنا شويه مديلك يعني مش لحسه الطحينه، هنا متوصي شويه في الطحينه، فطعم الطحينه باين اكتر من السندوتشات اللي فاتت. صراحه هديله 4 من 5. كريم يديله 2 من 5. يلا على اللي بعده. دلوقتي هنخش على سندوتش الكبده. اوكي يعني بص هنا في كبده، هنا في فلفل، فانا الصراحه مش عارف اعمل ايه. فانا ممكن ابهدل ايدي شويه، اعمل كده عذرا لبشاعه المنظر. تمام كده ظبطنا السندوتش. ونقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. او بصوا بالنسبه لسندوتش الكبده يعني هو ما جاش. اول حاجه التتبيله. هو يعني احنا متعودين بقى التحبيشه بتاعت الكبده بقى اللي هي يعني بهارات كتير توابل كتير وطحينه وبتاع وكده. هنا عامه مفيش طحينه، هنا مجرد كبده وايه ده زيتون ده، لا ده فلفل الوان، يعني مجرد كبده وفلفل الوان. فحاسس ان هي محتوى فقير جدا. سكه تيست ممكن يبقى في حاجه احسن من كده. يلا بينا نخش على اللي بعده. نخش بقى على الروز بيف. احنا دلوقتي خلصنا تقريبا اغلب السندوتشات، كده فاضل لنا الحواوشي والبرجر ومكرونات. بالنسبه للمكرونات فهي اتاخرت علينا شويه، بس الحمد لله نزلت يعني جت لنا. روز بيف يعني هو تقريبا نفس الكونسيبت، خس وطحينه يعني نفس لحسه الطحينه. بالنسبه بقى للروز بيف فهو الصراحه مظبط الروز بيف، يعني هو حاطط كميه محترمه بما ان الروز بيف غالي وكده، فالكميه تعتبر الى حد ما كويسه. وطبعا اهم حاجه الطعم. يلا بسم الله. تمام. بالنسبه للروز بيف هو الروز بيف كويس والتشويحات بتاعته برده كويسه، لكن برده المحتوى بتاعه تحس ان هو فقير شويه لحد ما. هو بص كل السندوتشات ديت يعتبر محتواها فقير لحد ما، يعني محتاجه شويه تتخدم بصوصات، محتاجه مثلا تشويحه بهارات، اي حاجه تزود تيست شويه يعني. دوت يعني مثلا ممكن نخليها 2 من 5. اخر سندوتش معانا، بعد كده نخش بقى على الحواوشي والبرجر وهو الكريسبي. خلينا بقى ندوق الكريسبي. يلا بسم الله.
خلينا بقى ايه ندي تقييم عن الكريسبي. او بص عامه الكريسبي هو ضاف حاجه جديده، ضاف طماطم، بس برده نفس الكونسيبت برده. لا هنا شال الخس وحط طماطم، مش عارف بقى هل هو كده دوت الكونسيبت بتاعه ولا الخس خلص ولا ايه، هو حط خضره بداله. بس الصراحه يعني الطماطم اضافت حاجه جديده. ممكن نقول الكريسبي وطعمه احسن الصراحه، احنا ممكن نديله 3 من 5. تمام. يلا على اللي بعده. دلوقتي معانا سندوتش البرجر. هو البرجر اللي احنا جبناه هو برجر على الفحم، اضفنا عليه جبنه. فانا مش عارف الصراحه هل هي الجبنه بتبقى محشيه جوه البيف ولا بتبقى جبنه عادي اللي هي بتبقى محطوطه كده من فوق. هو عامه هو حاطط جبنه من فوق والصوص الصراحه مغرقه، لكن اللي انا شايفه ان حته اللحمه صغيره الى حد ما بالنسبه للعيش. يلا بسم الله. بالنسبه للسندوتش يعني هي اللحمه فيه تخينه، يعني مش اللحم المجمد اللي احنا بنلاقيه في السوبر ماركت وكده، بس هو لحوسه جدا الصراحه. هو كان ممكن مثلا ينزل لنا جرافز وبتاع عشان الدنيا مزيته في السندوتشات، وهنا عشان الصوصات. هو الصراحه هنا بقى متوصف الصوصات، يعني هنا كان في لحسه طحينه، هنا بقى متوصف حته الجبنه وحته الكاتشب والمايونيز والكلام دوت كله. الصراحه انا شايف البرجر دوت مخدوم اكتر من السندوتشات الثانيه. يعني لو انتوا جايين هنا ارشح لكم البرجر اللي على الفحم دوت جدا. ادي له كام؟ يعني مثلا ممكن نقول بص الكمال لله وحده هنديها 4 من 5. يلا على اللي بعده. ده دلوقتي حواوشي لحمه بالجبنه. هو لو شفناه كده نحس اللي هو يعني ايه، لحمه مدملكه كده، يعني مليان لحمه، وديت حاجه كويسه يعني ده مبشره. بس خلينا ندوق نشوف هل الموضوع كويس ولا لا. يلا بسم الله. تمام. بالنسبه بقى للحواوشي بالنسبه للجبنه ديت تقريبا جبنه موتزاريلا او مش عارف الصراحه، هو ملهاش طعم. كميه اللحمه حلوه بس تتبيلتها ما اظنش ان هي احسن حاجه، يعني مش عارف ليه مش حاسس بطعم. يعني هو انا شايف هنا ان في حاجات كتيره محطوطه في اللحمه المفروض يعني لا تديها طعم. حاسس ان هي يعني محتواها فقير الى حد ما. برضو مشكله ان ما فيش صوصات في الوجبه دي تفقد التجربه طعمها. يعني مثلا كنت محتاج صوص وغرق كده هنا مثلا وادبها كده مثلا بتاع، فانا كنت محتاج ان انا يعني احس بقطعم شويه عن اللي انا حسيته ده. فتقييمي ليها الصراحه اديها يعني مثلا اديها 2 من 5. يلا نخش على اللي بعده. الحواوشي اللي قبل الاخير وهو حواوشي الصدوق. خلينا ايه كده نفتحه من النص، بص من النص. اوكي بهدلنا الدنيا ان احنا لو فتحناه ايه ده مفاجأة مش كده استنى بس لا نكونش ظالمين الحواوشي، كنتش الناحية التانية برضه بالنسبة لمحتواه فهو كويس إلى حد ما. يعني كويس إيه ده مفروض صدوق هو بلا الصدوق. كمان بالنسبة للصدوق اللي إحنا مش لاقيينه، يعني هو بص هو في 1 2 3 وفسفوسة، يعني ممكن 3 فسافيس صدوق. وأنت لو كنت عملته مفروم يعني كان هيبقى أحسن من كده. يلا بينا ندوق. احنا جايين بندوق يعني دوب اخدنا قطمتين اختفى والحشو وكل حاجه اختفت. فاحنا نعمل ايه باللقمه ديت بقى؟ نجيب بطاطستين كده من اللي هي قربت تخلص ديت نحطها كده بس، يعني سندوتش بطاطس وفرنا في الفلوس. بالنسبه لحواوشي الصدوق هو 1 من 5. واخر حواوشي معانا وهو حواوشي البسطرمه. هو كان نفسي افتحه لكم بس هو لازق في بعضه فانا مش عارف افتحه، بس يعني لقينا حته يعني بسطرمايه واقفه في النص كده، فقلنا نصورها لكم. يعني ممكن ما نلاقيش غيرها جوه اصلا، بس يعني بسم الله. هو بص يعني الحشوه من جوه يعني عشان هو مقفول فاحس ان في حشو جوه، فخلينا ندوق. بسم الله. هو بص يعني هو برده ما زال محتوى فقير، يعني هو المحتوى في السندوتشات كلها يعتبر الى حد ما فقير، يعني هو محتاج صوصات شويه غير البرجر الصراحه. ده كان متغرق، يعني هو كان متغرق صوصات، يعني الحاجه الوحيده اللي كانت متغرقه صوصات. البسطرمه الى حد ما هو طعمها باين، والطماطم الصراحه مديه تيست كده كويس. فاحنا ممكن ندي الحواوشي البسطرمه مثلا ممكن نديه 3 من 5، فاظن ان هو يعني ايه كويس. يلا بينا نخش على اللي بعده وهي المكرونات. دلوقتي هندخل على المكرونات. هو تمام المكرونات اتاخرت شويه، هو الراجل جه اعتذر لنا عشان ما كانش عنده مكرونات فهو راح جابها وجالنا يعني من المخزن. فاحنا جبنا مكرونه بالكريسبي ومكرونه باللحمه. وانا الصراحه مش عارف اللحمه ديت عباره عن ايه، هو تقريبا هي ميكس لحوم لان انا شايف ان في هنا بسطرمه، لا غالبا كلها لحمه.
هو بس عشان كان في حاجات متقطعه شرايح وفي حاجات متقطعه كور، فاختلط عليا الامر يعني شويه. بص كده من قريب، مكرونه وجبنه وشويه خضار ولحمه. الصراحه هو مظبطها تظبيطه محترمه جدا. بسم الله. هو انا حاسس ان هي مكرونه بالصلصه، وحاطط عليها من فوق صوص جبنه شيدر وقطع اللحمه. هي مشكلتها يعني تمام، هي فيها طعم سبايسي سيكا وطعم الصلصه كويس، بس مشكلتها ان هي حادقه شويه. اوفرول يعني لا هي حلوه، فاديها مثلا 4 من 5. يلا نخش على اخر حاجه معانا، وهي المكرونه الكريسبي. حاطط يعني كميه لا باس بها بالفراخ. بالنسبه للمكرونه فيها تقريبا نفس المكرونه اللي هناك، هو حاطط بس فرق هنا فراخ هنا لحمه، وبرده نفس صوص الشيدر اللي من فوق. مين اللي يكسب، مكرونه ولا فراخ؟ لحمه ولا فراخ؟ بالنسبه للمكرونه اللي بالفراخ اديها كام؟ هو الصراحه نفس التقييم ديت احنا كنا حاطينها كام؟ 4 من 5. تمام. وكده نشيل بقى الدنيا ديت كلها ونشوف بقى تقييمنا في الاوفرول. وكاوفرول بقى خلينا نقول التجربه النهائيه. بالنسبه للمشويات فهي الصراحه كانت محتاجه طحينه اكتر، او محتاجه مثلا كبايه مثلا فيها طحينه. بالنسبه بقى لباقي السندوتشات فالصراحه يعني احنا ممكن اصلا نزود تقييم الشيش. بالنسبه لكريم عايز يزوده، احنا ممكن نخليه يعني 5 من 5 لان هو الصراحه عجبنا جدا. وبالنسبه برده للكريسبي فهو كان حلو جدا برده، والمكرونات. وممكن نقول ان البرجر برده كان الى حد ما كويس، يعني هو الوحيد اللي كان من صوصات، وهو الوحيد اللي كان مخدوم كويس من حيث كل حاجه، يعني من حيث طعم، من حيث الصوصات، من حيث سمك اللحمه. بالنسبه بقى للحواوشي ف طبعا مش هنتكلم عن حواوشي الصدوق، احنا تقريبا ما طلبناهوش. بالنسبه بقى للحواوشي اللحمه بالجبنه فهو كان عادي شويه، كان محتاج شويه توابل اكتر. هل ارشح لكم المطعم دوت تاني؟ تمام، ارشحه لكم اذا كان لو انت مثلا قريب من كليه هندسه زي ما احنا شايفين ورانا كده، ولا هي جنبنا اصلا. لو انت قريب منه وانت مثلا محتاج تصبيره سريعه كده على السريع، ممكن تروح تاكل من عنده، وبرده اسعاره مش اغلى حاجه، وبرده في المتوسط يعني 8 سندوتش مثلا بطاطس في اليومين دول مثلا لو هتشتري من جاد ولا حاجه. المكرونه مثلا لو انت جعان ارشحها لك، كميه محترمه وتست كويس. لو انت مثلا نفسك هفاك على سندوتشات فانت عندك الشيش طاووق وعندك الكريسبي. وبس كده. اتمنى تكونوا انبسطتوا بالحلقه ديت. ان شاء الله هتنزل قريب، القريب العاجل. اتمنى الاسعار ما تزيدش في الفتره ديت، وتفضل مثلا على نفس هذا السعر. قبل ما نقفل ما تنسوش طبعا اللايك، سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا باقي الحلقات اللي احنا هننزلها قريب ان شاء الله. وسلام.